مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم معانا وحلقة جديدة وبلطو أبيض على شاشة الفضائية المصرية. النهاردة حديث الصحة بنتكلم عن أمراض القلب وما يصيبه من أعراض. هنعرف تفاصيل كتيرة مهمة عن القلب من خلال لقائنا مع ضيفنا العزيز اللي بيشرفنا وبينورنا النهاردة في بلطو أبيض، الدكتور علي رمزي، أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا بيك يا دكتور، مشرفنا اهلا بيك يا ومنور. دكتور سارة. حابة أبدأ مع حضرتك وأقول ماذا يتعب القلب يا دكتور علي؟ يتعب القلب اولا الضغط العصبي اه طبعا. اه الضغط دي العصبي أول حاجة المستمر خطر على طبعا القلب. يتعب القلب. اه والامراض الباطنيه اللي هي زي السكر وارتفاع الضغط الدموي وارتفاع نسبه الكوليسترول والدهون في الدم. يعني من عناصر كتيرة جدا من الأمراض مرتبطة بالقلب. وبرضو سؤال، ليه كل الأمراض دي بتصب في يعني أو بتأثر في القلب بشكل مباشر؟ كلما اجتمعت هذه الامراض مع بعضها، يعني زاد واحد عنده سكر وعنده اه كمان ارتفاع في الضغط، اه وهم تقريبا متلازمتين يعني. ايوه. وارتفاع في نسبة الدهون، ادي ثلاث حاجات. حط عليهم حضرتك كمان مثلا عوامل خارجية زي تدخين ايوه. وضغط عصبي. كلما اجتمعت هذه العوامل مع بعضها زادت نسبة المخاطرة للإصابة بأمراض القلب طبعا. ايوه. والضغط العصبي اللي هو في الحياة اليومية العادية اللي أصبحنا يعني بنواجهه دائما يعني رخر من وسط العوامل اللي بتؤثر في بتؤثر القلب. طبعا. يعني بعض احيان يا دكتور الحاله النفسيه السيئه جدا جدا، ودي انا يمكن يعني شفتها او عاصرتها مع اكتر من حد، انه بعض احيان تجيب لك اعراض مشابهه لاعراض القلب. هو الانسان ما بيبقاش مريض قلب، ولكنها بتعمل لك بعض احيان اعراض زي ضربات القلب العاليه. يعني بتصيبك ببعض صحيح، هذا اعراض كلام من مرض صحيح، القلب. وخاصة الحقيقة في السيدات. ايوه ده خاصة حقيقي. في السيدات لأن هم أكثر تأثرا الحقيقة بالحالة اه النفسية، فبيجي لهم أعراض يظنوا ويعتقدوا إنها أعراض قلب. لما بيجي لنا السيدة من دول وبتشتكي من أعراض شبيهة بأعراض القلب وبنعمل الفحوصات وهكذا، في كثير جدا من الأحيان بنكتشف إن القصة في الآخر حالة نفسية وضغط ايوه. عصبي وإن مفيش حاجة في القلب، القلب اه سليم. يعني حضرتك لو بدأنا مثلا بالسكر، هو أحد الأمراض الشهيرة والشائعة واللي يعني عدد كبير من الناس بتصاب بيه، لأنه كمان مرض وراثي. تمام. فبتشوف حضرتك لما حالة بتجيلك ومثلا عندها ارتفاع في يعني أو تحليل السكر بتاعها مرتفع، فهنا حضرتك أول نصيحة بتنصحها بيها إيه؟ وخاصة وهي جاية لك عندها أعراض بسيطة، ولكن أنت شايف إن مثلا طلبت منها تحليل السكر لقيت تحليل السكر عالي. أول حاجة لازم إن إحنا نظبط السكر، ناخد أيوه. العلاج المناسب للسكر ونتابع السكر بشكل دوري بحيث إن إحنا نظبط السكر، لأن السكر بيساعد على تصلب الشرايين. ايوه. والسكر أهم حاجة فيه التهاب الأوعية الدموية. السكر مرض بيعمل التهاب في التهاب الأوعية الدموية، مما يساعد طبعا على تصلب الشرايين. فأول حاجة لازم إن إحنا نظبط السكر. والرياضة مهمة جدا، الانتظام في الرياضة، رياضة. ان يعني نمشي مثلا نص ساعة لمدة 3 مرات في الأسبوع. ده مهم جدا لتظبيط السكر. وإن كان هناك ضغط مرتفع أو كده، وزي ما قلت لحضرتك هم متلازمتين يعني اه السكر والضغط والضغط مع المرتفع بعض عادة ما يجتمعوا. عادة ما ما يجتمعوا. يجتمعوا. ودي اول اعراض بيعملوها ايه يا دكتور؟ يعني الانسان اللي ضغطه عالي، سكره مش مظبوط، ايه اللي بيحسه من اعراض القلب وبالتالي بيروح للدكتور وبيتابع معاه؟ طيب الضغط المرتفع ده الحقيقة إن هو ما يطلق عليه القطر الصامت، اه. لانه اعراضه مش كتير ومش مطابقه يعني ما لا تختص بالضغط. مثلا صداع، واحد يقول لك حاسس ان راسي تقيله كده، ان دماغي ايوه. تقيله، وقد يكون الضغط مرتفع وهو مش عارف. فاهم حاجه ان اللي يحس بان راسه تقيله وكذا ان هو يقيس الضغط. ايوه. دائما العلاج بتاع اي حاجه في اولها بيكون اسهل. بيبقى اسهل وبيبقى للوقايه اكثر، لان ارتفاع الضغط الدموي المزمن اللي هو بقى له فتره طويله والواحد مش واخد باله بيؤدي الى مضاعفات منها تضخم في عضله القلب. اللي عنده ضغط عالي ده بيصيبه تضخم في عضلة القلب. الاول بنعمل يقول لك تغيير في نمط الحياه. ايوه. نقول له اعمل رياضه كتير، قلل الملح في الاكل،
الدهون والنشويات في الاكل، مم. يقلل الضغط العصبي، مع ان دي طبعا صعبه جدا ايوه يعني، ايوه، انما بنطلب بنحاول على قد ما بنحاول من نقدر. المريض انه يقلل اه الضغط العصبي. اه. وإن لم تصلح هذه مم. الحاجات كلها مم. لتظبيط الضغط، بنضطر ان احنا في الاخر بناخد علاج للضغط، لارتفاع مم. الضغط الدموي مم. في صورة أقراص غالبا. لكن حضرتك لا تلجأ للعلاج في الأول، لكن ممكن بتظبيط نمط الحياة يتظبط الضغط ويتظبط السكر. لكن لو ما أثرش هذا يعني النمط المختلف، هنا بتلجأ إن بنلجأ لازم طبعا بقى للأدوية. اه. للأدوية. وحسب انه اول مرة الضغط المرتفع فيها ده مم. اثناء لانها مرتفع الى اي مدى. مم. هل مرتفع شديد جدا ان هو مش هينفع معاه تغيير نمط الحياة، حياة. ده مش هيكفي، مم. فبنلجأ للعلاج. مم. وقد ان احنا نخفض جرعات العلاج دي فيما بعد. ايوه، لكن هي كبدايه بس لغايه ما يتظبط الضغط والسكر وهكذا، وفي الاخر ممكن حضرتك يا بتوقف العلاج يا اما بتقلل شويه الجرعات بنقلل اللي احنا العلاج او بناخدها. نوقف ايوه. العلاج تمام. على حسب استجابة امم. المريض امم. لتغيير نمط الحياة واسلوب اه الحياة. اه. فكرة ان مريض القلب قد ايه اهمية المتابعة مع الطبيب، وانه ما يعتمدش ان هو الدكتور اداله علاج فيستمر عليه مدى الحياة بدون ما يتابع الطبيب كل فترة. لا طبعا لازم امم. متابعة امم. المريض اه. بشكل دوري. يعني مثلا مريض ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون في الدم، اه. لازم ان احنا مم. كل شهرين نعمل تحليل نعمل تحليل الكوليسترول. ونشوف احنا اه. فين من ناحية مستويات الكوليسترول، مم. اذا كنا محتاجين نضاعف في العلاج، مم. او اذا كنا محتاجين نشدد في مم. الغذاء، في اه. تنظيم الغذاء، مم. ده له دور كبير قوي. مم. فطبعا لا، لازم ان مم. احنا المتابعه الدوريه دي مهمه مم. جدا، ايوه. بالذات في زي ما بقول لحضرتك في ارتفاع الضغط الدموي وفي مم. ارتفاع الكوليسترول مم. وفي السكر. ايوه. طبعا المتابعه كنا مهمه بنتكلم جدا. انا وحضرتك يعني لسه حالا على الكوليسترول، وان حضرتك قلت لي ان في الكوليسترول النافع وفي الضار، تمام. فده بيبان طبعا في التحليل. حضرتك اه طبعا. بتطلب ايوه الاثنين. اه. طبعا، احنا لما بنطلب مم. باسمه تحليل دهون كامل، كومبليت اه ليبيد اه بروفايل، اه. تحليل دهون كامل بما مم. فيها الكوليسترول النافع مم. والكوليسترول الضار مم. والدهون الثلاثيه مم. وهكذا. الكوليسترول النافع ده كلما ارتفع مم. شيء شيء مفيد. حميد، لان ده ايوه. بيتخلص من الكوليسترول الضار. الضار. اللي اكتر حاجه ترفع الكوليسترول النافع الحقيقه الانتظام في الرياضه، في المجهود مم. البدني، عظيم عظيم. دي اكتر حاجه ترفع اه. الكوليسترول النافع. وفي الاكل يا وفي دكتور. الاكل اه. طبعا زيوت الاسماك دي مهمه جدا، انك تاكل اسماك ان مثلا. تاكل اسماك اه. اقل ما فيها مره في الاسبوع مثلا، اه. ده مهم امم. جدا. امم. والرياضه زي ما قلت لحضرتك من اهم الحاجات. ايوه ايوه. وإن لم يصلح هذا امم. بنضيف دواء امم. بيخفض الكوليسترول النافع، امم. وفي أدوية بترفع من الكوليسترول النافع والارتفاع. زي ما بتقلل الكوليسترول الضار. عظيم عظيم. ده في حالة ان احنا لو عايزين نرفعه عشان يطرد الكوليسترول الضار، ففي ادوية بترفع من الكوليسترول النافع. تمام. بس تمام. أكتر حاجة بتؤثر في امم. الكوليسترول النافع ده وبترفعه الحقيقة المجهود البدني، الانتظام في الرياضة. الرياضة. في الرياضة. عظيم. طب بعيدا عن ارتفاع الضغط والسكر والكوليسترول، هل القلب بيتعب من ايه يا دكتور؟ يعني بعيدا عن الثلاثة الرئيسيين اللي هم دايما مرتبطين مع القلب، القلب ممكن يتعب من ايه تاني؟ والله أمراض القلب دي في هناك أمراض خلقية. اه اه. الطفل مم. بيولد بعيوب في اه. أمراض القلب، قلب. قد يكون صمامات، قد مم. يكون شرايين مم. في طالعه في غير اماكنها، يعني مم. شريان المفروض يطلع من الناحيه اليسرى مم. للقلب بيطلع من الناحيه اليمنى، مم. ودي اسمها الامراض الزرقاء، دي بتكتشف في والطفل لسه في حديث الولاده يعني. اه. في عمليات وجراحات كمان بتتم طبعا لتصحيح الاطفال العيوب تصحيح الخلقيه. العيوب. ايوه. وفي امراض بتاعه الكبار مم. بقى اللي هو مم. مم. الحمى الروماتيزمية في الدول اللي هي النامية اللي ايوه. زينا مم. بتؤثر على صمامات القلب. اه. فساعات الأطفال في سن الدراسة وفي سن مم. المدرسة مم. بيصابوا بحمى روماتيزمية، ايوه. التهاب متكرر مم. في الحلق وفي اللوز وهكذا، وبيكون عن طريق الميكروب السبحي مم. اللي هو بيؤثر على صمامات القلب. مم.
وفي هذه الحالة بندي المريض حقن مضاد حيوي اللي هو البنسلين، ايوه. ويفضل يستمر عليه لغاية سن 30 و35 سنة، مم. علشان الحمرة المتزمية لا تؤثر على صمامات القلب. لكن لو حدث التأثير، لأن في ناس ساعات ما بتاخدش بالها من ايوه. موضوع الحمرة المتزمية ده، فبيحصل تأثير لصمامات القلب. هناك علاجات عن طريق، لو كان ضيق دلوقتي القسطرة تقدمت جدا، تكنولوجيا الرؤية ايوه. تقدمت، فأصبحنا اعتقد كمان بنشوف. استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجراحات بقت موجودة وبقت طبعا متطورة ومؤثرة. يعني هو عموما الذكاء الاصطناعي ده عمل ثورة في اشياء كتيرة، ومن ضمنها عالم الجراحات والطب بصفة عامة. طبعا. ايوه. فالصمامات لما بيحصل ضيق في صمام أو ارتجاع في صمام، بنقدر ان احنا نعالج هذا، يا اما عن طريق القسطره القلبيه، ايوه. يا اما عن طريق الجراحات، جراحه القلب. ساعات يبقى اصلاح للصمام، او ساعات تغيير للصمام كامل. ايوه. وهناك طبعا امراض اللي هي ليها علاقه زي ما قلنا في الاول، اللي هي ليها علاقه بارتفاع الضغط الدموي والسكر وارتفاع الدهون والضغط العصبي والكلام ده، اللي هي قصور الشرايين التاجيه. ايوه. يحصل ضيق في الشرايين اللي التاجية. بتغذي عضله القلب. قلب. تمام. دكتور، في حاليا بنسمع كتير جدا شباب بيتوفى فجأة نتيجة توقف عضلة القلب أو سكتة قلبية زي ما بنقول. ليه بيحصل ده؟ طيب، الرياضيين عموما، الرياضيين قوي يعني، اللي هو اه. اللي منتظمين في بيشيلوا الرياضه، حديد وبيشيلوا أوزان بيحصل وهكذا. لهم ساعات تضخم في عضله القلب ده بسبب الرياضة العنيفة. بسبب الرياضه العنيفه. صحيح، العنيفة، اه. بيحصل تضخم في عضله القلب، وده بيعرض البني ادم اكثر لحته توقف عضله القلب ايوه. دي. اه. فدائما الرياضيين بيبقى بيتعمل لهم تشيك اب، فحص دوري، بما فيه الفحص على القلب وعضلة القلب عن طريق الموجات فوق الصوتية على القلب ورسم القلب العالي وهكذا. فلو وجدنا ان هناك حد بيجي له اضطراب في نظم القلب، في ضربات القلب، ايوه. ضربات قلبه اه. بتلخبط وهكذا، بننصحه بان هو يقلل شوية من الرياضة العنيفة. ايوه. اه. واخد بالك؟ وساعات بندي علاجات علشان تمنع انه يحصل اضطراب في نظم القلب، أيوة. في ضربات القلب. احساسك دايما يا دكتور بعض احيان ممكن تبقى عندك نوع من التعب، او مرض، فتحس بضربات القلب السريعه. دي هو انسان ما بيكونش مريض قلب ولا حاجه، ولكن بيصيبه الشعور بعض احيان ان عنده ضربات قلب سريعه. ده بيحصل ليه يا دكتور علي؟ ضربات القلب السريعة دي قد تكون خلل في الهرمونات، منها أهم حاجة يعني أكثر شيء بنواجهه اللي هو اضطرابات الغدة الدرقية. اه، دي مرتبطه بحكايه سرعه ضربات بسرعة القلب. ضربات القلب طبعا. ايوه. ايوه. والهرمونات عموما قد يكون خلل في نسبة البروتين في الدم، ايوه. وقد يكون ان هو في عيوب في النظام الكهربائي الموصل لعضلة القلب. يعني أيوة. يعني القلب ماشي بمنظم كهربائي طبيعي طبيعي. ربنا ايوه. خلقه، وبيمشي في مسار كهربي معين. قد يكون ساعات في حاجات بتعوق المسار الكهربي ده، ايوه. او بتسرع من الاشاره فتعمل ضربات القلب قلب السريعه. سريعة. دي بتحتاج هنا تنظيمها بيحتاج أدوية، ولا هي ممكن بتروح بعد فترة من تلقاء نفسها؟ ساعات ان هي بتروح بعد فتره من تلقاء نفسها، لو كان السبب زي ما بقول لحضرتك خلل مثلا في افراز الغده الدرقيه، بنظبط بندي علاج للغده الدرقيه فينتظم ضربات القلب. فتنتظم ساعتها أيوة. ضربات أيوة. القلب. لو الخلل في النظام الكهربي للقلب نفسه، بندي علاجات بالادويه، وساعات بنحتاج ان احنا نعمل ايوه. بحيث ان احنا نعوق هذا الخلل في المسار الكهربي الغير صحيح. ايوه. نقفله، نعمل بالبلدي كده قفله كهربائيه، أيوة. علشان نضطر ان التيار الكهربي يمشي في المسار الصحيح. تمام. عايزه حضرتك تشرح لنا لبعض الناس اللي بيشعروا بيقول لك انا كتفي الشمال منمل، ايديا منمله، ودايما ينسبوا ان دي جلطه. فحضرتك نفسر ازاي قصه الجلطه دي؟ يعني امتى باعراض معينه انا هنا لازم انزل اروح على المستشفى فورا؟ طيب، الجلطه دي قد تكون مفاجاه. طبعا.
يعني بمعنى ان مره واحده كده واحد يجي له الم في صدره ايوه. وما يروحش، ويبقى غالبا مصحوب بعرق وساعات غممان نفس، ايوه. وما يروحش بعد دقيقتين ثلاثه ما يروحش. ففي هذه الحاله اي الم في الصدر بالذات في شخص، احنا كنا زمان بنقول فوق ال40، ايوه. دلوقتي الحقيقه بنشوف ناس الثلاثينات انتوا بيحصل لهم وبالذات ده؟ لو رجاله اه. على طول لازم يروح مستشفى ويعمل رسم قلب، لان قد تكون دي جلطه، والجلطه الوقت مهم جدا في انقاذ عضله القلب، ايوه لان طبعا. جلطه معناها شريان اتسد، ايوه. والعضله القلب الجزء اللي بيتغذى عن طريق هذا الشريان هيتحرم من الدم. فالعامل الوقت مهم جدا، ان احنا لازم نعيد سريان الدم في هذا الشريان عشان يوصل الدم لعضله القلب. ايوه. يا اما نعيد سريان الدم ده عن طريق ان هو لما بيروح المستشفى بنديله حقنه مذيبه للجلطه. ودلوقتي الحقيقه العلاج نمره واحد ان احنا نعمل قسطره ونشوف الشريان المقفول ونفتحه ونركب فيه في الاغلب دعام. دعام. الجلطه والذبحه يعني ايه الفرق بينهم الاثنين؟ الذبحه العرض، يعني انا مثلا لما بطلع سلم دورين ثلاثه بيجي لي وجع في صدري، ايوه. اوصل وارتاح شويه اخد نفسي كده يخف الوجع، ده ذبحه. لما بعمل مجهود بمشي مثلا لمده ربع ساعه تلت ساعه بلاقي تقل على صدري او الناس حرقان. كلها يا دكتور علي ما بتطلع السلم بيبقى عندها نفس الشعور؟ بيبقى عندها نهجان، انما مش الم بحيث ان هو مش مخليني قادر اكمل. ايوه. ولما بنوصل لما بنوصل للي احنا طالعين فيه المفروض ان هو الوجع بيخف شويه. ايوه. دي ساعتها لازم نبحث الموضوع ده ايه، هل ان دي ذبحه ولا ان ده مريض ما عندوش لياقه بدنيه بس. وطبعا زي ما قلت لحضرتك التدخين والحاجات دي بتخلي المجهود اقل. ايوه، يعني الناس الاكثر رشاقه هم الاكثر شبابا في قلبهم. طبعا. أيوة. زي ما قلت لحضرتك الرياضه مهمه جدا. أيوة. الالتزام في الرياضه، الرياضه الغير عنيفه يعني. ايوه. ببساطه المشي، السباحه، كل دي رياضات لطيفه وتقدر تعملها في اي حته. وطبعا تجنب التدخين، واللي عنده سكر لازم السكر يبقى متظبط، لان السكر بيؤدي لتصلب الشرايين. طيب التدخين يا دكتور النهارده له متفرعات كتيره، التدخين الالكتروني والحاجات دي، واللي بيشوف دايما ان دي يعني تاثيره اقل على يعني ضرره اقل، وان ده حاجه مش مؤذيه. حضرتك ترد ايه في هذه الجزئيه؟ هو التدخين الالكتروني ده ضرره اقل على الصدر، لان مفيش الحاجات اللي في السجاير العاديه اللي هي الطار. لا، النيكوتين موجود في التدخين الالكتروني. التدخين الالكتروني بيدي جرعه نيكوتين، وده ضار جدا للاوعيه الدمويه ولشرايين القلب. النيكوتين ضار لشرايين القلب. فالتدخين الالكتروني ما يقللش قوي من نسبة الإصابة بأمراض القلب. هو أحسن على الصدر، على الرئتين. أيوة، لكن بالنسبة للقلب له تأثير السيء كمان. القلب له التأثير السيء، لأن هناك مادة النيكوتين اللي هي ضارة للأوعية الدموية. فلا طبعا التدخين الإلكتروني صحيح هو أحسن على الصدر، للصدر يعني يخلي الناس تنهج أقل وضرره أقل على الجهاز التنفسي، ولكن الحقيقة مش على القلب. له نفس التأثير السلبي برضه. تمام. كان في سؤال عن حاليا موضوع يعني ان احنا اللي عندهم مشاكل في الشرايين هم بيزرعوا شرايين، هل ده موجود فعلا؟ ايوه طبعا. هو اللي بيجي له ذبحه زي ما كنا بنقول، اللي هو بيجي له الم في صدره مصاحب للمجهود، مهم او مصاحب للمجهود او مصاحب للانفعال العصبي الشديد. لازم ان هو يروح لدكتور قلب ويعمل ابحاث نشوف ايه اللي بيحصل ده. إذا من وسط هذه الأبحاث التصوير للشرايين التاجية، سواء عن طريق القسطرة، قسطرة القلب، أو عن طريق الأشعة المقطعية للشرايين التاجية. إذا عملنا أشعة مقطعية ووجدنا أن هناك ضيق، أو عملنا قسطرة ووجدنا أن هناك ضيق، في الأغلب بنقدر نحل هذه الضيق عن طريق أن احنا نعمل توسيع بالقسطرة ودعامات. ولكن هناك حالات بيبقى مكان الضيق، موضع الضيق في حتت خطر ان احنا نعمل فيها بالقسطرة، بيشكل خطورة على المريض. فالجراحة في هذه الأحوال ضرورة، بتبقى أأمن، وهي ضرورة طبعا. فبيعملوا زي ما
نطلق عليه اللي هو باي باس، اللي هو كباري وصلات جراحيه للشرايين ايوه. الانتاجيه، يشوف الضيق فين ويعدي هذا الضيق ويعمل وصله شريانيه بحيث ان الدم في الاخر يوصل لعضله القلب اه. بدون ما يبقى فيه ضيق بيعوق سريان الدم. فالفكره كلها ان زي شارع مسدود من حته بتلف وتروحي له من من حته تاني. اماكن تاني. ايوه. بيحط وصله جراحيه ايوه. تعدي الضيق، بحيث ان في الاخر الغرض ان القلب يصل له نسبه التغذيه الدمويه الطبيعيه. ايوه. تمام. بس فهناك طبعا ايوه دور، ما زال هناك دور للجراحه رغم التقدم الكبير اللي شهدته قسطره القلب. كنت لسه اسال حضرتك هذا السؤال، ان انواع الدعامات والقسطره بقت متقدمه جدا، ما بقتش حتى بنفس الفكر القديم شويه او بتدار صحيح بنفس صحيح. انواع الدعامات نفسها حتى بقت فيها اشكال متقدمه جدا جدا. اول ما عملوا الدعامات دي كان هناك دعامات معدنيه فقط. دلوقتي احنا بعد كده نزل الجيل الثاني اللي هي دعامات دوائيه، او الدعامات البثه للعقاقير. هي الدعامه بتقعد تطلع دواء لمده 6 شهور وتمنع تصلب الشرايين، وما يطلق عليها الدعامات الذكيه. ودي في تطور مستمر في نوع الماده المواد اللي يعني بتستخدم. الماده نفسها اللي بتتعمل منها الدعامه بقت فيها أيوة تطور طبعا فيها ومختلفه. تطور أيوة. شديد، لان هناك حتى في الدعامات ما فيش شهاده ضمان، بمعنى ان هناك نسبه لارتداد الضيق حتى داخل الدعامه. ايوه. انما مع تطور الدعامات النسبه بتاعت ارتداد الضيق دي عماله تقل 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 كل شويه. فاحنا وصلنا دلوقتي للنسبه قد تكون 10 15%، يعني من كل 10 عيانين يعملوا في واحد بيرجع. دي نسبة تعتبر مقبولة وجيدة جدا مقبولة جدا طبعا. وطبعا مع تظبيط كل عوامل الخطورة الأخرى اللي هو السكر وارتفاع نسبة الكوليسترول. سواء الحالة فيها جراحة ما فيهاش جراحة، حضرتك من أساسيات النجاح سواء بالجراحة أو بدون إنك تظبط العوامل اللي مرتبطة بالقلب اللي هي الكوليسترول والسكر والضغط والتدخين. والتدخين طبعا. يعني حضرتك وممارسة الرياضة زي ما بقول لحضرتك بانتظام. أهم حاجة إن الرياضة تبقى حاجة يعني منتظمة على طول مستمر. طبعا موضوع التدخين ده لانه كمان هو يعني عاده سيئه، وبيبقى المريض حتى بيبقى تعبان وقلبه تعبان ويفضل متمسك بالسيجاره دي لاقصى فتره ممكنه. فانا عارفه انك انت عشان تاثر في مريض انه يبطل التدخين دي، اعتقد دي اصعب نقطه عندك يا دكتور علي. حاجه صعبه جدا طبعا. وهو الحقيقه اللي بنعمله او اللي بيتم ان احنا بنخوف المريض. وهو المريض بيخاف، وده حقيقه يعني بيخاف على لما يلاقي نفسه عمل دعامات وقسطره والطبيب بيقول له ان لازم تبطل التدخين، فالمريض الحقيقه بيقلق على روحه. فده بيبقى من اهم العوامل اللي بتخلي المريض يبطل، ان هو قلقان من اللي جاي، خايف لحسن بعدين يضطر يعمل عمليه قلب مفتوح. وطبعا الاستمرار في التدخين بيعرض المريض انه يوصل لعمليه قلب مفتوح. وزي ما قلت لحضرتك كلما اجتمعت هذه العوامل اللي هو تدخين وسكر وارتفاع نسبه الدهون والتاريخ العائلي، ده مهم جدا. التاريخ العائلي بتاع ان هو والله يا دكتور هو طبعا ده اعتقد كل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مرتبط اولا بموضوع التغذيه والاكل. يمكن ده التغذيه والاكل ده بيحل مشاكل كتيره جدا لو في انتظام والانسان بياخد الشيء الصحي المفيد، يمكن ما يوصلش كتير قوي لعمليه الكوليسترول والسكر العالي وهكذا. فاذا اللايف ستايل ده في حياتنا مش رفاهيه، ده اصبح ضروره للصحه العامه عموما. صحيح يعني طبعا. طبعا اللايف ستايل ده اصبح ضروره ورفاهيه زي ما قلت لحضرتك. اولا زي ما حضرتك بتقولي التغذيه ده مهمه جدا، نوعيه الغذاء والرياضة. وإذا كان المريض عنده سكر أو ارتفاع في نسبة الدهون لازم يبقى له نظام غذائي معين طبعا. مريض السكر له نظام غذائي معين، ما يكترش في النشويات، ما يجيش جنب الحلويات. المرضى اللي عندهم ارتفاع في نسبة الدهون ما يقعدوش ياكلوا حاجات غنية بالكوليسترول. احنا كمصريين بنحب الاكل ما احنا بنقول حاجات صعبه بس هنحاول يعني. ايوه. اشكرك يا دكتور علي، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ويعني حاولنا ندي روجيتا بسيطه كده للقلب السليم. ربنا يعني يسلم قلوبنا جميعا. اشكر حضرتك جدا. امين يا رب. واشكر كل مشاهدينا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه جديده وبلطو ابيض. شكرا ليكم.